السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذهب اللي طول عمره كان ملك الأزمات بينزل بدل ما يطلع، والمفروض إن أي أزمة كبيرة بتحصل المستثمرين بيجروا يشتروا ذهب. دي قاعدة اقتصادية معروفة بقالها مئات السنين، بس اللي حصل في 2026 خالف كل التوقعات. وحشتوني، وأهلا بيكم في 5 جنيه. عشان نفهم اللي حصل لازم الأول نفهم ليه الذهب أصلا بقى أشهر ملاذ آمن في العالم. من زمان جدا، أول ما كانت أي حرب كبيرة تبدأ أو يحصل انهيار اقتصادي، المستثمرين كانوا بيعملوا نفس الحركة تقريبا، بيبيعوا الأصول الخطرة وبيشتروا ذهب. لأن الذهب مش ورقة بتطبعها حكومة، ومش شركة ممكن تفلس، ومش بنك ممكن يعلن إفلاسه. قيمته جاية من ندرته، وده اللي خلاه يحافظ على مكانته آلاف السنين. وعشان كده كل مرة الدنيا كانت بتتقلب الدهب كان بيطلع، بس المرة دي السيناريو بدأ بنفس الشكل وانتهى بشكل مختلف. مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، أسعار النفط بدأت تنط بسرعة، وده طبيعي جدا، لأن أي تهديد في منطقة بتنتج جزء ضخم من بترول العالم بيخلي الأسواق تتوقع نقص في الإمدادات، وبالتالي الأسعار ترتفع. بس المشكلة إن ارتفاع البترول مش معناه بس إن البنزين هيغلى، ده معناه إن تكلفة نقل أي منتج هتزيد، وتكلفة تشغيل المصانع هتزيد، وسعر الشحن هيزيد كمان. يعني ببساطة كل حاجة تقريبا هتبقى أغلى، وده اللي الاقتصاديين بيسموه التضخم. ولما التضخم يبدأ يزيد المستثمرين بيبقوا عارفين إن في لاعب مهم جدا هيتدخل، وهو البنك الفيدرالي الأمريكي. وده تقريبا أكتر مؤسسة مالية في العالم الأسواق بتراقبها، لأن أي قرار بيطلعه ممكن يحرك الاقتصاد العالمي كله. البنك ده عنده أداة واحدة بس مؤثرة بشكل ضخم: سعر الفايدة. لو شايف إن الأسعار بتجري بسرعة بيرفع الفايدة علشان يهدي الاقتصاد، ولو الاقتصاد ضعيف بينزل الفايدة عشان يشجع الناس تستلف وتصرف وتستثمر. وعشان كده كل المستثمرين وقت الأزمة الأخيرة كانوا مستنين سؤال واحد بس: الفيدرالي هيعمل إيه المرة دي؟ لأن إجابة السؤال ده هي اللي كانت هتحدد فين هتروح مليارات الدولارات. طيب إيه علاقة سعر الفايدة بالذهب؟ عشان نفهم النقطة دي، تخيل إن معاك 1,000,000 جنيه، قدامك اختيارين: يا إما تشتري ذهب وتحطه في الخزنة، أو تشتري سند حكومي أمريكي والحكومة تديك عليه فايدة كل سنة. الذهب هيحافظ على قيمته لو سعره زاد، بس مش هيدخلك جنيه واحد طول ما هو متشال. إما السندات فهي بتدفع لك عائد ثابت، وفوق كده كمان مدعومة بالحكومة الأمريكية. هنا تبدأ المقارنة. لو الفايدة قليلة ناس كتير هتقول خلاص الذهب أفضل، بس لو الفيدرالي رفع الفايدة بشكل كبير فالسندات فجأة هتبقى مغرية جدا، لأنك بدل ما تستنى سعر الذهب يعلى هتبدأ تكسب فلوس بشكل منتظم. وده بالظبط اللي حصل مع توقعات رفع الفايدة. مليارات الدولارات خرجت من الذهب واتجهت لسوق السندات. يعني مستثمر ما بقاش بيسأل ايه اكتر اصل امن، بقى بيسأل ايه الاصل الامن اللي كمان هيجيب لي عائد. والإجابة بالنسبة لكتير منهم كانت السندات الأمريكية. ولما ناس كتير تبيع الذهب في نفس الوقت طبيعي المعروض هيزيد، ولما المعروض يزيد والطلب يقل السعر يبدأ ينزل. بس ده ما كانش السبب الوحيد برضه، كان في سبب تاني مهم جدا، يمكن ناس كتير ما خدتش بالها منه. وقت الأزمات الشركات والصناديق الاستثمارية بتحتاج سيولة بسرعة. تكاليف التشغيل والشحن والطاقة كل ده أسعاره بتزيد، وفي شركات بتلاقي نفسها محتاجة كاش فورا علشان تغطي التزاماتها. ولما بتحتاج فلوس بسرعة أول حاجة هتعملها إنها تبيع جزء من الأصول اللي عندها، والذهب كان واحد من أسهل الأصول اللي ممكن يتحول لسيولة في دقايق. وده معناه إن كميات كبيرة من الذهب اتعرضت للبيع في وقت قصير، فزاد المعروض أكتر والضغط على السعر زاد أكتر. يعني المفارقة الغريبة إن الأزمة اللي المفروض ترفع الذهب خلت ناس كتير تبيعه علشان تحصل على سيولة أو تستثمر في أدوات بتجيب عائد أعلى. بس في قطعة أخيرة في البازل، وهي البنوك المركزية. من سنة 22 تقريبا بنوك مركزية كتير حوالين العالم بدأت تشتري ذهب بكميات ضخمة، وده كان جزء من اتجاه عالمي لتقليل الاعتماد على الدولار وتنويع الاحتياطيات. والطلب الضخم ده كان واحد من أهم الأسباب اللي خلت الذهب يحقق مستويات تاريخية خلال السنين الأخيرة. بس أي سوق بيطلع بقوة بيجي عليه وقت المستثمرين يقرروا يحققوا أرباحهم، وده اللي حصل لما الذهب وصل لأسعار قياسية. بعد البنوك المركزية شافت إن الوقت مناسب تبيع جزء من احتياطاتها، وده معناه إن كميات جديدة من الذهب دخلت السوق. ولما البيع يزيد السعر يتعرض لضغط أكبر. يعني في نفس الوقت كان عندك مستثمرين أفراد بيبيعوا علشان يشتروا سندات، وشركات بتبيع علشان توفر سيولة، وبنوك مركزية بتبيع علشان تكسب أرباح بعد سنوات من الطلوع.
كل ده حصل تقريبا في توقيت واحد. فكانت النتيجة إن الذهب نزل بشكل لفت انتباه العالم كله. بس هل ده معناه إن الذهب انتهى؟ الإجابة طبعا لأ، لأن اللي حصل مش معناه إن الذهب فقد قيمته أو مكانته التاريخية. اللي حصل إن الظروف الاقتصادية في اللحظة دي خلت فيه أصول تانية أكتر جاذبية لفترة مؤقتة. ولو رجعت لتاريخ الذهب هتلاقي إنه مر بفترات هبوط وتصحيح كتيرة جدا، وفي كل مرة تقريبا كان بيرجع يستعيد قوته مع تغير الظروف. في الاقتصاد مفيش حاجة بتطلع على طول ومفيش أصل بينزل على طول، كل حاجة مرتبطة بالظروف اللي العالم بيمر بيها. عشان كده بدل ما تسأل نفسك هل الذهب مات خلاص، ممكن السؤال الصح يكون إمتى الظروف هتتغير ويبدأ الذهب يلمع من جديد. وده سؤال إجابته هتعتمد على قرارات الفيدرالي واتجاه أسعار الفايدة وشكل الاقتصاد العالمي في الشهور والسنين الجاية. بشكركم للمتابعة، وما تنسوش لايك وسبسكرايب، واستنوا الحلقة الجاية.